السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن المنتجات دي. قبل ما نتكلم عنها، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكم على طول. اول حاجة المنتجات دي انا مش هشتريها تاني. السبب ان هما بعد استخدام وسبتهم فترة رجعت لقيتهم بايظين تماما. يعني هبدأ باللي هي كير اند مور. دي انا كنت بحبها جدا جدا جدا، وكنت بحب ترطيبها، وكنت بحب ريحتها، كانت ريحتها حلوة قوي اللي هي بالفراولة. بس سبتها وبقيت بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. مش عارفة بقت ليه كده، حتى ريحتها بقتش حلوة لطيفة. بصوا اصلا، بصوا بقت ايه، بصوا بقت حاجة كده عاملة زي حتى ما فيش كريم طالع، حاجة كده زي مش عارفة بقت ازاي كده. يعني انا كنت مغطياها بده والله، بس مش عارفة ليه بقت كده. دي اول حاجة. ف الكيراند مور، المنتج اللي عندك حاولي تخلصيه وما تسيبهوش فترة كبيرة، عشان خاطر هترجعي هتلاقيه بالمنظر ده. فانت كده خسارة يعني. فانا للاسف سبتهم فرجعت لقيتهم بالمنظر ده. ف للاسف انا مش هرجع اشتريه تاني ومش هرجع اكرره تاني، لان طالما الحاجه بتتعمل كده يبقى خلاص المنتج نفسه مش حلو بالنسبه لي. تاني حاجة اللي هو المنتج ده اسمه كاميل. ده كنت جايباه برضو من على امازون، هو ده او من على نور، على نور او على امازون، مش فاكرة بالظبط. بس هو كان حلو قوي، كان ريحته كانتش فيه ريحة. كان الناس اللي هي بشرتها حساسة لانه بدون رائحة. فكنت بستخدمه، فجأة سبته برضو لقيته بالمنظر ده. نفس اللي حصل هنا حصل هنا. بصوا زي ما انتوا شايفين بقى عامل زي العجينة، حتى ما فيش كريم طالع. فبالنسبة لي برضو مش هرجع اكرره تاني للأسف. بعدين دي تاني حاجة. تالت حاجة، المنتج ده جبته من ماي واي. هو كان منتج حلو قوي وترطيبه يعني كويس الى حد ما وكل حاجة، بس اخدت منه شوية وسبت الباقي زي ما انتوا شايفين. سبت فيه حبة حلوين برضو، رجعت لقيته بالمنظر ده، شايفين. فحاجة الصراحة خلتني ان انا كده يعني اشعر منهم. فبرضو مش هرجع اكرره تاني، مع اني انا معايا واحدة جديدة زي دي وفتحتها ولقيتها حلوة قوي وقوامها كويس وكريمي، بس انا مش هرجع اكررهم تاني. تالت حاجة او رابع حاجة اللي هي دي اللي هي كريم تو وان، اللي هي الجليسرين الالماني. للأسف انا سبته حوالي شهر او شهرين، وبفتحه لقيت ريحته بشعة، لقيت ريحته بجد بشعة. فانتوا ما تجيبوهوش، مع ان انا كنت قايله لكم ان هو حلو وكل حاجه، بس فجأة ريحته بقت بشعة. مش عارفة بقى هل هو من الركنة ولا هو ريحته كده. بس انا لما جربته ما كانش ريحته كده، كانت ريحته كويسة وكل حاجة، ما كانش فيه ريحة اصلا. بس فجأة كده ريحته عامله زي ريحه الصبغه. يعني انا ما بحبش ريحه الصبغه، مش ما بعملش اصلا صبغه وما بحبهاش. فهو بالنسبه لي ريحته صبغه صبغه صبغه، ف ريحته بشعه. فطبعا هرميه، انا ما بستحملش الروايح دي، ريحته بجد خنيقه فبتخلي الواحد كده يتخنق. بعدين جبت اللي هو كان معايا اللي هو اوردينري، وده جايباه من فتره. استخدمته لان انا كنت قافلاه. اتفاجئت ان انا لما بستخدمه وبحط مثلا اي حاجه على وشي قبله، يعني مثلا بعمل بالتونر او بغسل او بعمل او احط اي كريم مثلا. هو مش بحط الاول بتحط السيرم، بس لما بعمل بالتونر وما بنشفش، يعني بسيب بالتونر كده مش بينشف. جربت اللي هو مش بينشف التونر، لقيته بيفرول. جربت التونر خليته ينشف، لقيته برضو بيفرول. جربت محطش تونر خالص، لقيته برضو بيفرول. فجربت كمان احط سيرم قبله،
لقيته برضو بيفرول. طب جربت احط سيرم بعده او كريم بعده، جربت الاتنين برضو لقيته بيفرول. فانا مش عارفة هل هو ده عشان خاطر هو تقليد ولا اصلي، مع ان انا كنت جايباه ان هو الاصلي، بس انا مش عارفة هو ليه عمل كده الصراحة. فانا متضايقه قوي عليه، لان هو بالنسبه لي كان كويس وفي نصه يعتبر، فللاسف هرميه برضو. فمش عارفه اعمل ايه الصراحه. اخر حاجه جبتها اللي هي دي من هو منتج متهيألي تركي، متهيألي تركي. فجبته ما كانش فيه غير جروب واحد بس بتبيعه، فجبت اللي هو بشجرة الشاي، عشان خاطر قالت لي كويس للحبوب وكويس للبشرة الدهنية المعرضة للحبوب، فحاجات كده. فاضطريت ان انا اجيبه. استخدمته للأسف وحده. الاول كان كويس، وبعدين استخدمته تاني بعد فترة لقيته بيفرول، بيطلع الفرولة، مش عارفة ليه. جربت نفس الكلام اللي كنت جربت في ذا اوردينري، برضو عمل لي نفس الكلام. فانا نصيحة ما تجيبوهوش منه. هو ما بقاش ينزل، بس انت لو شفتوه ما تجيبوهوش، عشان خاطر هو فعلا سيء ان هو بيفرول. فهو كمان كان غالي، ما كانش رخيص. فبالنسبة لي ان هو للأسف كده هيترمي. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني، للاسف هيترمي، لان انا استخدمته كتير قوي، سواء من غير تونر وبتونر، وقبل سيرم، مش اللي هو سيرم ده، جربت سيرم تاني كويس، برضو عمل نفس المشكله ان هو كان بيفرول. فمش عارفه بقى هل هو العيب فين، في المنتج ولا العيب في بشرتي؟ بس مش عارفه. بس انا متهيألي ان هو العيب في المنتج، لان انا بشرتي بغسلها مرتين بالغسول، يعني غسول زيتي وغسول اللي هو العادي، فاكيد مش هيعمل كده يعني. فالحاجات دي لو شفتوها ما تشتروهاش تاني، اللي هي دي زي ما انتوا كده شايفينها، عشان خاطر ما تتحطوش في مواقف اللي انا اتحطت لها. للاسف دول كله هيترمي. بس كده، ده كان فيديو النهارده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.